الجدل لا يتوقف عندما يتعلق الأمر بالمقارنة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. حسم الذكاء الاصطناعي أخيرا معركة الأفضل في تاريخ كرة القدم، بعدما احتدمت المناقشات حول أحقية كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب الماعز، أو ما يعرف بالإنجليزية Greatest of All Time، في حين أن المشجعين الأصغر سنا قد ناقشوا منذ فترة طويلة مدى أحقية كل من ميسي ورونالدو بذلك اللقب، إلا أن موقع ChatGPT المتخصص في الذكاء الاصطناعي قد توصل إلى إجابة محددة حول أفضل لاعب في التاريخ. المثير في الأمر أن للترتيب الذي وضعه للذكاء الاصطناعي حسب ما كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، لم يشهد تواجد ميسي أو رونالدو في المركز الأول. وجاء المجري فيرنتس بوشكاش أسطورة ريال مدريد ومنتخب المجر التاريخي في المركز العاشر، خلف أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب أيرلندا الشمالية جورج بيست. وثامنا جاء الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة فرنسا وريال مدريد، فيما سبقه أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ فرانتس بيكنباور إلى المركز السابع. المركز السادس كان من نصيب ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد، فيما تفوق عليه الهولندي يوهان كرويف أسطورة برشلونة محتلا المركز الخامس. المركز الرابع كان من نصيب كريستيانو رونالدو، وجاء ميسي ثالثا متفوقا على غريمه التاريخي في ملاعب كرة القدم. الوصافة كانت من نصيب أسطورة الأرجنتين ونابولي دييغو وأرماندو ومارادونا، فيما اختار الذكاء الاصطناعي أسطورة البرازيل بيلي ليكون اللاعب الأفضل على مر التاريخ. على الرغم من كل الأسماء اللامعة، يعتبر البرازيلي بيلي، وعلى نطاق واسع، أحد أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ، بعد أن فاز بكأس العالم 3 مرات، بينما سجل أيضا أكثر من 1000 هدف، على الرغم من أن هذا الادعاء قد طعن فيه في مناسبات قليلة. ولم يغامر بيليه أبدا بدخول كرة القدم الأوروبية، حيث قضى معظم حياته المهنية مع العملاق البرازيلي سانتوس، ليقدم معه أبرز المستويات، وليحتل المركز الأول في هذه القائمة.